يا دكتور، هو البنج المره دي ضعيف ليه؟ هو حضرتك غيرت البنج ولا حضرتك استرخصت بقى؟ لا والله يا فندم، هو نفس الدكتور ونفس البنج ونفس العياده، بل بالعكس ده سعر البنج زاد اكتر من الاول. بس هي الفكره في حاجه يا فندم، ان البنج بيختلف مكانه من حاجه لحاجه. يعني مثلا انا لما اجي ابنج الفك اللي فوق عندك، احنا بنبنج عصب طرفي، فحضرتك ما بتحسش بتنميل جامد جدا غير في حاجه بسيطه عند السنه، يعني انت بتبنج فرع من فرع من فرع. اما لما تيجي تبنج الفك اللي تحت حضرتك، بتبنج العصب الرئيسي، فده بياخد نص البق. يعني ممكن بتحس مثلا تنميل في طرف الشفه واللسان والخد من الجنب وارضيه البق. فطبعا البنج بيختلف على حسب مكان حقنه البنج والعصب اللي بتبنج، دي نقطه. النقطة التانية حضرتك، لما يكون عندك التهاب عكس ما يكون عندك الضرس سليم. يعني لو الضرس سليم وبنعمل إجراء حشو بسيط، طبيعي هتحس بالتنميل بسرعة. أما لو حضرتك عندك التهاب شوية، أو في التهاب عصب قاتل، أو في خراج، أو فالبنج ما بيشتغلش بكامل كفاءته نتيجة الالتهاب أو الوجع القاتل اللي مغطي على البنج. مجرد حضرتك ما تشيل العصب، الموضوع بينتهي تماما، او ان احنا نريح من الصديد والالتهاب الموجود، بتلاقي البنج شغال بكامل كفاءته. فالموضوع ملوش علاقه بالرخص ولا الغلو ولا الناس ترخصت عليك، والله انا ما اقدرش يعني. يعني انت عندي نور عينيا، ما اقدرش استرخص عليك حاجه ابدا.